هل كنت تظن أن الإنسان بلغ قمة العقل والمنطق؟ انتظر حتى ترى ما فعله بعض البشر بحثا عن الخلاص، الغفران، أو فقط لفهم الموت. في هذا الفيديو غادي نغوصو في عمق أغرب الطقوس اللي عرفها التاريخ، طقوس كتفزع جلود ولكن كانت مقدسة عند من آمن بها. خليك معايا وبلا ما تسكيبي، راه آخر طقس غادي يخلي فمك محلول. الطقس الأول، دفن الرأس في الرمل. في أستراليا، بعض القبائل الأسترالية القديمة كان الشيوخ كيحبسوا أجسامهم وسط الرمال الساخنة وكيغرسوا رؤوسهم تحت التراب، ماشي هروب بل تواصل مع الأرواح. كانوا كيآمنوا أن الأرض كتحتفظ بصوت الأجداد، وأنك باش تسمعو خاصك تسكت تماما وتدفن راسك. كل دقيقة وسط الرمل كانت كتعني اقتراب من الحقيقة، الحكمة الصامتة. الطقس الثاني، رقصة الموت. أوروبا، القرن الرابع عشر، الطاعون الأسود كينتشر بسرعة والموت في كل زاوية. الناس ملقاوش تفسير فداروا احتفال غريب، رقصة الموت. كيجتمعوا كيرقصوا بجنون، كيسقطوا في الأرض وهم كيغوتوا كيضحكوا بحال المجانين. قالوا الرقصة تطرد الموت، تخليه يشوفك حي ويفوتك. لكن كان منظرهم كيخلع، أرواح تائهة كتقاوم النهاية برقصة هستيرية. الطقس الثالث، قطع الأصابع. قبيلة الدايني في إندونيسيا، قبيلة الدايني عندهم طقس صادم. المرأة اللي كيموت ليها شخص عزيز كتشكر الروح ديالو بطريقتها، كتقطع جزء من إصبعها. كل إصبع مقطوع هو تذكار حي للحب والألم. كتمشي باقي حياتها ويديها ناقصة، ولكن قلبها عامر بالوفاء. أصابعهم كانت رسائل صامتة للأرواح، أنا ما نسيتكش. رابعا، الاحتراق الذاتي في آسيا. واحد من أخطر الطقوس اللي عرفها بعض الرهبان في آسيا، الحرق الذاتي. كيجلس الراهب وسط الساحة، كيشعل النار، كيبقى ساكن صامت مبتسم. ماشي انتحار بل تظاهر. كيآمنوا أن الألم كيمحي الذنوب، وأن الجسد ما يهمش، الروح هي كل شيء. تخيل الإنسان كيتحول لرماد بابتسامة ديالو. خامسا، لباس الأرواح. إفريقيا، وسط غابات إفريقيا قبائل كيآمنوا أن أرواح الأجداد كتعيش وسط الأقنعة. كيجمعوا جلود الحيوانات، الجماجم، العظام، كيصنعوا لباس مرعب، ومن بعد كيرقصوا حول النار، كيغوتوا، كيبدلوا الصوت، كيقولوا أنا ماشي فلان، أنا روح. الرقصة، كتحولهم لكائنات ما بين الحياة والموت. سادسا، الدفن حيا. أمريكا الجنوبية، في حضارات الإنكا والمايا الملك ما كانش كيموت بوحدو، معاه كيدفنوا الخدم ديالو وهم أحياء. واش خيلتي خدم كيدخلوا القبر وهم مبتسمين، عارفين أنهم غادي يرافقوا سيدهم في العالم الآخر. التضحية كانت أعلى درجات الوفاء، وحتى الموت كان جزء من الخدمة. سابعا، طقس الصمت الأبدي في الهند. الرهبان في الهند كياخدوا وعد غريب، الصمت الأبدي. سنين وهم عايشين، ما كيهدروش، ما كيضحكوش، حتى التواصل بالعيون كيجانبوه. بالنسبة لهم الكلمة تلوث والصمت كنقي. حياتهم كاملة بحال الظل، ساكنين وسط الضجيج، ما كيخرجوا حتى شي صوت. كانوا كيآمنوا أن في الصمت كاينة الحكمة الحقيقية. هاد الطقوس يمكن تبان ليك اليوم مجنونة، ولكن بالنسبة لهم كانت مقدسة. كل ألم كان فيه معنى، كل حركة كانت فيها روح. في كل حضارة الإنسان كان كيقلب على إجابة. واش عندك الجرأة تدير شي واحد من هاد الطقوس؟ اكتب لينا في التعليق وخليك واجد الجزء الثاني، لأنه أغرب وأخطر من الخيال.
كان معكم عبد الغفور الساري. دمتم سالمين.